السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة هنزود إنتاج البيض بأقوى أكلة ممكن تديها للطيور لزيادة الإنتاج. يعني أقوى أكلة بعيدا عن النباتات. أنا بكلمك عن أقوى أكلة تديها للطيور بعيدا عن النباتات والخضروات لزيادة إنتاج البيض، لأن هي مليانة عناصر غذائية كتيرة جدا بتؤثر بشكل مباشر في إنتاجية الطيور، ولها فوائد تانية كبيرة وضخمة محتاجين نتكلم عنها بمنتهى التفصيل. الأكلة دي موجودة في الأسواق، تقريبا احنا بناكلها على طول، لكن نادرا لما بنفكر نديها للطيور بتاعتنا. قبل أي شيء اعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من يوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نأكد على معلومة مهمة جدا بالنسبة للطيور بتاعتنا. الطيور بتاعتنا لما بتيجي تاكل عنصر غذائي معين، مهما كان العنصر الغذائي ده مهم، فالطائر برضو هيظل محتاج لعناصر غذائية تانية عشان يستفيد بيه. يعني ما تديش الطائر بروتين بس وتقول البروتين كفاية عشان خاطر زيادة انتاج البيض. ما تديش الطائر كالسيوم بس وتقول الكالسيوم ده كفاية عشان خاطر زيادة انتاج البيض. ما تديش الطائر حاجة واحدة وتقول ان هي كافية، لا، الموضوع بيبقى اكبر من كده بكتير. يعني العناصر الغذائية دي بتشتغل بشكل تكاملي مع بعضها علشان تزود انتاج البيض. يعني مفيش طائر هيستفيد بالكالسيوم غير لما يكون فيه بروتين، وبرضه مش هيستفيد بالبروتين غير لما يكون فيه كالسيوم، لان هما بيشتغلوا مع بعض. ده مش معناه ان جسم الطائر مش هيمتص العنصر الغذائي، لا، هيمتص وكل حاجه والفايده هتدخل، بس في الاول وفي الاخر لما تيجي تتكلم على البيضه دي المدوره او اللي شكلها بيضاوي، هتلاقي ان فيها كالسيوم، فيها فوسفور، فيها زنك، فيها حديد، فيها بروتين، فيها حاجات كتير جدا، صح؟ طيب، ما دام هي فيها كل الحاجات دي يبقى لازم الطائر ياخد كل الحاجات دي برضه وهو بياكل ويستفيد بيها كلها ويمتصها كلها، والا مش هيبيض، لان انتاج البيض بيعتمد على كل العناصر الغذائيه دي في نفس الوقت. واحنا في جولاتنا المستمره في الاسواق اللي هي واحنا بنشتري حاجات لنفسنا، يعني مش بنشتري حاجات للطيور مخصوص، بنلاقي بعض الاكلات اللي ينفع احنا ناكلها وفي نفس الوقت ينفع الطائر بتاعنا ياكلها وتكون مش غالية قوي. تمام، تكون مش غالية قوي، بمقابلها الطيور هتزود انتاج البيض اضعاف واضعاف واضعاف. حلو. ولقينا ان في بعض العناصر الغذائية غايبة عن الطيور بتاعتنا، محتاجين نعززها في جسم الطيور. على رأسها الفوسفور. الفوسفور يا جماعة من العناصر الغذائية المهمة جدا لزيادة الخصوبة ولزيادة الإنتاج، وزي ما تقول كده إيه، هو يعتبر قنبلة موقوتة في موضوع إنتاج البيض. يعني محدش يعرف عنها حاجة، محدش محدش بيستخدمه بالكميات المناسبة للطيور. يعني احنا كمربين بنبقى فاكرين ان الفوسفور ده حاجة مش مهمة او حاجة ثانوية، اللي هو البروتين اهم منه والكالسيوم اهم منه. طبعا هما نقدم البروتين والكالسيوم بكميات اعلى من الفوسفور، لكن الفوسفور مهم جدا. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن اكلة معينة دلوقتي موجودة في الاسواق وهي السمك، لكن طبعا مش السمك الغالي اللي هو حجمه كبير، لا، انا بكلمك عن السمك الصغير، السمك اللي حجمه صغير. السمك اللي حجمه صغير ده مليان بالبروتين، مليان بالفوسفور، مليان بالكالسيوم، مليان بعناصر غذائية كتيرة جدا جدا، وكلها على بعضها كده بتعمل بشكل مباشر في زيادة انتاج البيض. بس لازم تكون واعي معايا لحقيقة مهمة جدا. كل العناصر الغذائية دي اللي موجودة في السمك، تمام، مش هتلاقيها متجمعة كده مع بعضها في اي اكلة تانية. يعني انت مش هتحتاج تجيب السمك ده وتحط معاه حاجة تانية او تضيف عليه اضافة تانية، لا، انت كده خلاص ايه، اديت للطائر بتاعك حاجة متكاملة. وهنا الفكرة بتكمن هنا، ان انت بتدي للطائر بتاعك حاجة في غاية، او يعني في، مش عايز اقول كاملة قوي لان مفيش حاجة كاملة، لكن من اكتر الاغذية المتكاملة هي السمك. السمك فعلا من الحاجات اللي بتدخل جسم الكائن الحي بشكل عام، مش الطائر بس، وبتديله فوائد في كل حتة.
يعني تعالى كده نتعرف مع بعض على السمك الصغير ده فيه ايه من الفوائد، وبعد كده هقول لك احنا بنستخدمه قد ايه وايه الطريقه. السمك الصغير ده زي ما عرفنا فيه فوسفور، دي حاجه عديناها تمام. السمك ده فيه كميه من الكالسيوم كافيه جدا لتقويه عظام الطيور، والحمايه من هشاشه العظام، والحمايه من الكساح. كذلك الكالسيوم ده كفيل ان هو يعمل بيضة قشرتها قوية وناعمة في نفس الوقت، فانت هنا كده بتضرب كذا عصفور بحجر. كذلك الفوائد اللي في السمك من فيتامينات واملاح معدنية مختلفة بترفع مناعة الطائر بشكل كبير جدا، وبتساعد على نموه لو هو صغير، وبتساعد على زيادة الانتاج وتسريع الانتاج لو هو كبير وناضج. حلو. كذلك السمك ده بيعلي الخصوبة بتاعة الديوك والخصوبة بتاعة الفراخ البياضة، والخصوبة لما بتعلى الانتاج بيعلى، لان التحفيز الجنسي بيعلى عند الديوك وعند الفرخة. تمام. برضو السمك برضو للغايب عن ناس كتير يعني فيه بروتين. اللحمة اللي موجودة في السمك، اللحم الأبيض ده فيه بروتين، نسبة من البروتين مش قليلة. هو دايما اللحم الأبيض بيبقى فيه نسبة كالسيوم أكتر من البروتين، لكن لحم السمك برضو فيه نسبة بروتين كافية جدا إن هي تكون بيضة، تكون إيه، تكون البيضة بشكل سليم ومتكامل. فمهم جدا ان احنا نجيب السمك الصغير الرخيص، اللي هو تقريبا احنا بنيجي نعمله هنا في البيوت، بنعمله صينية سمك، صينية في الفرن كده تمام. سمك مشوي او سمك باي شكل. انت بقى مع الطائر، هل هتطيب السمك ده ولا هتقدمه زي ما هو؟ والله بص، يعني انت ممكن تقدمه زي ما هو، ممكن تطيبه. انا شخصيا بحب اطيبه للطيور. ليه؟ عشان يبقى قطر عليهم من جميع النواحي، الشوك يبقى طري، العظم يبقى طري، اللحم يبقى طري، كل حاجة تبقى طرية في السمك. هتحاول تنظف السمكة كويس تمام، وهتسيب بقى فيها كل حاجة، الراس والديل كل حاجة، ده بس هتنضفها من اي حاجة ملوثاها. وعايز بقى ايه، تشويها وتقدمها للطيور، او عايز تحطها في الفرن براحتك تمام، بس ما تسلقهاش طبعا، يعني السليق لا. وتقدمها زي ما هي كده ايه للطيور، او تقطع كل سمكة حتتين زي ما هي، وجبة في الصباح او في النهار او بالليل. بس طبعا بلاش بالنهار عشان دي وجبة الخضروات، فالوجبة دي صباحية او مسائية، هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت ايه، تزود الانتاج بتاع الطيور بتاعتك. هتقدمها مرة واحدة اسبوعيا مش كل يوم، مرة واحدة اسبوعيا كفيلة ان هي تخلي لك الانتاج طول الاسبوع انتاج هايل جدا من البيض، والطيور بتاعتك ما تقطعش بيض ابدا لاي سبب من الاسباب. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. نشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.